يا عفاف، حد عندها؟ مفيش حد. متقلقش يا باشمهندس، كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. غيرت رأيك؟ أكيد. لازم تثق فيا يا باشمهندس وتعرف إن أنا ليا رؤية. أهم حاجة بالنسبة لي مصلحة الشركة. وده خلاني أعمل حاجة ما جاش في بالي أبدا إن هيجي يوم أعملها. حاجة إيه؟ إيه ده؟ استقالتي. وإيه لازمتها إنك تبقى داخل مبتسم ولما أسألك في إيه تكذب وتقول إن أنت غيرت رأيك وأنت أصلا مقدم استقالتك؟ تقولي إيه بقى؟ كذاب. كداب مش كداب دي حاجة ترجع لك. استقالتك مقبولة. بس تعرفي، مش مشكلة إن الواحد يبقى كذاب، مشكلة إن يبقاش واخد باله إنه كذاب. وأنت بقى بطلي تكدبي على نفسك وتقولي إن عندك رؤية. مفيش. شكرا. عارفة، لولا إنك أخت صاحبي أنا كنت عملت إيه؟ كفاية لحد كده يا باشمهندس واتفضل. أنا اللي أقول كفاية. الرؤية قال. قلة أدب. يا عفاف مبروك، الباشمهندسة عندها رؤية. يا باشمهندس. حسن مش هتفطر معانا؟ يا باشمهندس. حسن، هو في ايه؟ اتخانق مع الباشمهندس خناقة كبيرة قوي. باشا، مهندس حسن رجع تاني؟ يا باشمهندس هندسة، شكل الحيزبونة عتمت عليه فوق. هنا الغربي ما تعرفني بلادي، خدني خدني. مش هرد يا رمزي. مش تاكل يا استاذ؟ يا استاذ رمزي. كل انت عاشور. الو. حاضر. ليلى. ازيك؟ كويس. ايه بقى؟ اتصلتيش بيا امبارح ليه؟ واكلمك ليه؟ هو ايه اللي تكلميني ليه؟ ترى يا ليلى كنت عاوز اطمن عليكي يعني. معلش كان عندي مذاكرة. بس ده مش مبرر يعني. هو مش احنا اخوات؟ الاخوات مفيش ما بينهم مبررات. عادي يعني. يوم انت مشغول انا مشغولة وبتعدي. انا جهزت لك الملازم بتاعت النهارده يعني، وحاجز لك مكان. ميرسي قوي يا خالد، والله مش عارفة اقول لك ايه. لك حاجة؟ لا بس انا ورا لحد ما يا بنتي حرام عليكي. مش حرام عليه هو لما يبقى حاسس بحاجة ومش عايز يقولها؟
براحته. من غير عصبية، أنا بقولك عشان انت تخرج نفسك من الموضوع خالص. صاحبك ده قليل الأدب وقليل الذوق وجلياط. انت متخيل ان هو جه تهجم عليا في المكتب وانا طردته؟ ده شخص غير متزن بالمرة. انت فاضل لك الدقن بقى. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير، ايه اللي حصل؟ في ايه يا حسن؟ لا ولا حاجه، ده انا كنت جاي احلق بس. انا مش قلت لك قبل كده ما تجيليش الصبح؟ معلش يا دكتور انا مسافر بالليل. تمام كده؟ تمام، ما تجيليش الصبح تاني. تمام. ذنبي ايه انا كل ما تحصل لك مشكله تيجي وتحلم؟ يعني امشي؟ لا لا، تمشي ايه؟ اقعد اقعد واحكي لي. طول عمري بكسر وجع بايديا وما استناش حد يطبطب عليا، بس لما تبقى كل الظروف ضدك حتى في الشغل، كنت فرحان بحالة الاستقرار اللي فيه كان نفسي كل حاجة تفضل زي ما هي. عدمة نفسك يعني جد الله يرحمه، كنت لما بشبط في حاجة وأقول له نفسي فيها يقول لي عدمة نفسك. أنا ما كنتش فاهم الكلمة دي لحد ما كبرت وفهمت معناها. مش كل اللي بتتمناه لازم يحصل لك. على فكرة، سابانك للشغل يا حسن خير ليك. أنا ما أعرفش إزاي، بس حتى لو رجعت للشغل لا تاني. لا لا لا، أنا مش هرجع. أمال هتعمل إيه؟ ولا حاجة، خليها على الله. ونعم بالله. نعيما. نعم الله عليك. بس أنت عندك حق، مش كل ما أبقى متضايق أجيلك أقعد أضايق فيك. نفسي أبطل العادة دي. عدمة نفسك. كلمته يا استاذ رمزي؟ كلمته ما بيردش. ومش هيرد. انا مكلمه اكتر من 10 مرات وبرضه ما ردش عليا. ازاي يقدم استقالته بالسرعه دي؟ طب كان قاعد معاها وتناقش مره واثنين وثلاثه. قعد ايه وتناقش مع مين؟ هو انت ليه محسسني ان انت ما تعرفوش؟ ست غريبه جدا بصراحه. ازاي تجيب واحد ما بيفهمش في اداره المشروعات وتخليه نائب ليها وتمشي الراجل اللي بسببه بندخل اي مناقصه وبنكسبها، وانت تقولي لي كانت ناجحه في القطاع الخاص؟ ناجحه ايه بس؟ الست دي عمرها قصير قوي في الشركه، هتفتكروا كلامي ده كويس. يسمع من بقك ربنا. ساكت ليه يا استاذ رمزي؟ انا هقول ايه بس؟ ايه يا عفاف؟ في جديد؟ قالت لي بلغي كل الاقسام والفروع ان الاستاذ حسن قدم استقالته. لا 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 لا، ما تعمليش اي حاجه. ادوني فرصه بس اقعد النهارده اتكلم معاه. انا ما عملتش حاجه وهستنى كمان لغايه بكره، بس انا شايفه الموضوع صعب قوي. انتوا ما فيش حد فيكم سمع هم قالوا ايه لبعض. الو. الو، انت فين؟ انا مشيت، فجاه كده؟ خلصت شغلي ومشيت. من غير ما نكمل كلامنا حتى. ما انا قلت لك اني محتاجه افكر يا ايهاب. ماشي، براحتك يا سالي. لا براحتك انت. عموما لما اوصل البيت هبقى اطمنك. سلام. دكتور إيهاب، ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا كنت متأكدة إن أنت مش هتكمل معايا الجلسات. النهاردة دخلوا لي دكتورة تانية. معلش أنا آسف، بس كنت مشغول جدا، عندي حالات كتير. أنا آسفة إن أنا زعلتك. في الحقيقة أنا ما كنتش كده دايما. كده ازاي يعني؟ يعني ما كانش اللي في قلبي على لساني. معرفش إيه اللي حصل لي دلوقتي. ما بقدرش أخبي حاجة جوايا. الحقيقة أنا مش فاهم قصد حضرتك إيه. لا أنت فاهم كويس قوي. الحقيقة يا فندم أنا مش شايف إن حضرتك محتاجة تقعدي معانا إقامة كاملة، يعني ممكن تيجي يومين 3 في الأسبوع مثلا، نعمل كل السيشنز وتبقي في البيت. يعني أنت شايف كده؟ بالظبط. خلاص، ما دام شايف كده أنا هعمل كده. عن إذنك. بعد إذنك.